انا جاي حاطط دلوقتي ولا انت اللي انا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. سعدنا ويشرفنا في هذا اللقاء في واحة الإبداع الذي يتعارف مع هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في إطار من الحب وإطار من الفن والإبداع في مركز الحرية للإبداع بقيادة الدكتور وليد قانوش. ويسعدنا أن نتعرف مع هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. هذه الهيئة التي تحتفي بمرور 50 عاما على إنشائها، وقت أن رأسها السيد العميد محمد خلف الله أحمد، وأيضا الرئاسة الشرفية كانت للسيد محافظ الإسكندرية حمدي عاشور، وكان أول أمين عام للهيئة محمد محمود زيتون ابن هذه الهيئة التي ولدت عريقة امتدادا للهيئة بعد جماعة نشر الثقافة، وامتدادا لهيئة العلوم الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية برئاسة يوسف السباعي في القاهرة. فكانت الصورة الطيبة أن تمتد إلى فروع. كان أول فرع لهذه هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة، أو هذا الكيان الثقافي المهم في القاهرة كانت في الإسكندرية عام 60. امتدت الرئاسة إلى أن وصلت إلى واحد من أنجب أبناء الإسكندرية، ابن أبي الكوير، الرجل الذي بنى ثقافته بشيء من العصامية والمقامرة والمغامرة أيضا. هو الأستاذ الناقد الأدبي المعروف في كل أرجاء الوطن العربي، الأستاذ الدكتور محمد زكريا عماد. ومن دواعي السرور أن يكون معنا على المنصة واحد من أجل الخلف لأجل سلف، هو الأستاذ في موضعه وفي كرسيه، والنجيب في أخلاقه، والمتفضل في علمه أيضا، السيد أمين الصندوق بالهيئة، ولكنه الوكيل بكلية الآداب جامعة المنصورة، الأستاذ الدكتور مختار عطية عبد العزيز. ويشرفنا على المنصة الرجل الذي جلسنا سويا نعبث بأحلامنا وكانت إثارة، ولكن الحلم إذا ما رصدته فإن لم تحققه في الواقع حققته في الأحلام اليقظة أو في الخيال. ولكننا الحمد لله ورغم مرور شهور قليلة إلا أننا بفضل الله وحده استطعنا أن نحقق الحلم ونجسد تكريم أعضاء الهيئة من خلال رموز ميداليات شيك أراد لها الدكتور مختار عطية أن توضع في علبة قطيفة، وأراد الدكتور زكريا عناني أن تكون على مستوى تاريخ هيئة الفنون والآداب وليست ورقة جهدة أو وردة بسيطة، ولكن الوردة تحمل في بياضها معاني كثيرة. ولكننا اليوم بفضل الجهود الطيبة مع السيد مسؤول العلاقات الإنسانية نحمل المعاني الطيبة لكل أعضاء الهيئة من خلال نواحي إنسانية طيارة. هو الأستاذ الشاعر محمود سالم. لا أكتمكم سرا بأن اليوم هو محقق العيدين، العيد الأول
مرور 50 عاما على الاستاذ شريف فين موجود؟ طب الاستاذ جاب لك اسمه العيد الأول العيد الأول هو مرور 50 عاما على إنشاء هيئة بدون أداة، والعيد الثاني هو مرور عام واحد على ثورة 25 من يناير عيد الشرطة. ومعنا من أبناء الشرطة الذين أظلهم الله بظله يوم كان لا ظل للشرطة إلا المشاكل والعوائق والأشياء الكثيرة، ولكنه لأنه الشاعر الجليل أحمد مسعد، وكانت عناية الله هي جنده في يوم 25 من يناير 28 تفكرها يعني. انا الشخصيه ضربت مره بعد اجتماع العيد مش لازم اليوم والله ولا لازم الحته ضربت فيه يعني ايه كنت ضابط هو انا اذكرك بالفلكلور الشعبي يا عريس يا صغير حلقه تفوت ولا حد يموت لا لسه مغير وهنشرب مرقه كتكوت، حاجات لذيذه كتيره في الفلكلور بستخدمها بس جميله تصدق. يا رب مصر الحبيبة بخير. تحية مرة ثانية للأستاذ الدكتور محمد العناني، الأستاذ الدكتور مختار عطية، الأستاذ محمود سالم، ويحضر معنا من مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور أحمد دويلي، والأستاذ الشاعر الفنان التشكيلي والكاتب الإسلامي الكبير أحمد حرام. الدكتور زكريا عناني الآن وكلمة حضرتك في الاحتفال بمرور عام على ثورة 25 من يناير ومرور 51 عام على إنشاء هيئة الأداء. كل سنة والأخوة المسلمين بخير. والأخت مريم النقادة دي بلد في المنيا ولا في كلها بلد اسمها نقادة، منها مريم النقادي الشاعرة اللي تعرفت علينا وإن شاء الله تصبح معنا دائما إن شاء الله. اتفضل.